اهلا بيكم، انا مصطفى داوود. وانتوا دلوقتي بتسمعوا ما لا يخبرونك عن التسويق، البودكاست اللي بيدردش معاك في الحاجات اللي ممكن ما تكونش انت عارفها عن الماركتينج، والحاجات اللي احنا حابين نعرف عنها اكتر مع ضيوف مميزين جدا شاطرين جدا في مجالهم وبيجاوبوا على اسئلتكم وانتوا بالذات. البودكاست دوت بيحقق امنيه، وهي امنيه ان انا كان نفسي حد يقول لي الحاجات دي وانا لسه ببدا. حضر معاك حاجتين، الورقه والقلم، وسجل معانا كل حاجه هتتقال عشان كل اللي هيتقال في البودكاست دوت مهم. يلا اسيبكم مع الحلقه. اهلا بيكم في حلقه جديده من ما لا يخبرونك عن التسويق، البودكاست اللي بيقول لك الحاجات اللي انت ما بتعرفهاش عن الماركتنج. ضيف النهارده هي صديقه عزيزه وضيف عزيز جدا، لان احنا اشتغلنا مع بعض فتره ليست بالقصيره. اعتقد احنا اشتغلنا مع بعض حوالي ممكن قريب من سنتين او اقل من سنتين بشويه. فشيز ديفينيت يعني جولد ماين لما هو ياتي عن. ولما نيجي نتكلم عن اليو اي واليو اكس، معانا النهارده مروه اسماعيل. ومروه هي يو اي يو اكس ديزاينر، واحد من اشطر اليو اي يو اكس ديزاينرز اللي الواحد اشتغل معاهم قبل كده. و وبس. انا طبعا كالعاده احنا ما بنحبش نسمع هنقول ما بنحبش نسمع هنقول يعني الضيف، بنحب نسمع الضيف هيقول عن نفسه. فعرفينا نفسك اكتر يا مروه. Thank you for the intro. Hi, أنا مروة إسماعيل. أنا UI UX designer currently في HASP, which is a CRO company, conversion rate optimization. أنا كنت UI UX designer في Stellar Network, which is يعني a talent scouting company. It connects talents with companies. and كنت UI UX designer في ستارت ابس جالكسي قبلها. وكأي شخص UI UX designer بدأت جرافيك ديزاينر فترة معينة من حياتي في multiple companies. and yeah, that's it. كول يعني عشان بس الناس اللي لو ما هي ما تعرفش، انفاسب هي احد اكبر الايجنسيز في السي ار او في العالم. مروه از بي مودست بتتواضع مش اكثر. فيعني مروه شغاله دلوقتي في واحده من الايجنسيز الكبيره جدا في العالم. كلمينا اكتر عن الكارير او البروجرس بتاعك من اول ما بدأتي خالص كانترن او كحد لسه بيبتدي في المجال لغايه ما بقيتي دلوقتي في انفاسب. هو أنا زي ما كنت بقول أنا بدأت يعني جرافيك ديزاينر في الأول. got connected في الشركات اللي أنا فيها باليو أي يو إكس designers اللي كانوا موجودين. I loved the work. It was built on data وفي process بيمشوا فيها وبيكون في prototyping و mapping والحاجات اللطيفة يعني اللي احنا بنعملها في البروسيس. فكنت جزء من الموضوع ده. كنت intern في آه، بسيط يعني. كنت كده مع اليو اي يو اكس ديزاينر فترة. بعدين بدأت أدرس أكتر عن الموضوع on my own. أنا أصلا دراستي mass communication. بس بدأت أكتر أدرس عن موضوع اليو اي يو اكس. بشوف فيديوز وبشوف يعني بقرأ كتب و يعني I attended some courses for UI UX. آم، والموضوع كان يعني في الأول متخبط شوية اللي هو لو عايز تبقى يو اي يو اكس شاطر لازم تعرف مثلا illustration. لو عايز تبقى يو اي يو اكس شاطر لازم تاخد كورس كذا وكذا وكذا. فالموضوع في الأول since إن ما كانش فيه أي بلان ليه، ما كانش فيه good planning وما كانش فيه وقتها يعني حد أعرفه كويس جدا في المجال. كان الموضوع في الأول يعني متخبط شوية until إن أنا بدأت أقرأ articles أكتر وبدأت إن أنا أعمل شغل برا الكورسز اللي أنا كنت باخدها. فبدأت كجونيور يو اي يو اكس في ستارت ابس جالكسي اللي هي اتطورت بعد كده وبقت ستار نتورك. بقيت المين يو اي يو اكس في الشركة. واشتغلت يعني اشتغلت في الفترة دي مدة 3 سنين تقريبا. وبعدين دلوقتي currently أنا بشتغل ك UI UX designer في انفست.
cool. very very cool. um, ما يعرفوش ايه هو السعر، هو عشان إحنا لسه ما عملناش حلقه على السعر، هو للاسف هو ال conversion rate optimization، هو تحسين معدلات التحول. ده النسخة الاسم العربي بتاعها. هو ان انت بتظبط الويب سايت، ودي هتبقى يعني definition الى حد ما عامة شوية واسعة، بس هو ان انت بتظبط الويب سايت بتاعك كعموما، بحيث ان انت كل ما الناس تخش عليه كل ما الكونفرجن ريتس تكون ازيد. يعني مثلا لو انت عندك الويب سايت القديم في 10 بيخشوا وفي واحد بس بيكونفرت، بعد ما بتعمل السي ار او بروسيس واللي هي طويله جدا وجزء منها هيبقى ديزاين وجزء منها هنتكلم عنه النهارده، بعد ما العشرة نفس العشرة دول لو دخلوا عندك على الويب سايت، على الأقل مثلا ممكن ثلاثة يكونفرتوا معاك. ف... فخلينا نتكلم بقى يا مروة عن علاقة الديزاين بالماركتينج، لأن ودي أنا شفتها كتير. بحس في كثير من الأحيان الناس بتربط الديزاين ب آه، موقع شكله حلو، أو سوشيال ميديا بوستس، أو الحاجات الغريبة دي كلها، بينما هم مفوتين جزء كبير جدا وهو الويب سايت وان الناس بتيجي عليه، وما ما بيهتموش قوي بان الويب سايت يكون الجوهره بتاعت البيزنس. لان في بيزنس كتيره دلوقتي عندهم ويب سايت وبيعتمدوا على الويب سايت في الكونفرجنز زي الاي كوميرس. ومعظم الكلاينتس اللي انت بتشتغل معاهم دلوقتي هم اي كوميرس وعندهم ويب سايت. بس بحس في الوطن العربي شويه الحته دي مفقوده. هل انت بتتفقي في حاجه زي معايا في حاجه زي كده؟ الحلقة ما بين الماركتينج واليو اكس ديزاين. I think for sure في يعني في وفي I guess حسب يعني ال الجولز بتاعت الشركة اللي موجودة دلوقتي. بس I guess in this is not something to be missed. عامة إن لازم اليو اكس يكون مرتبط بالماركتينج، لأن في الآخر الهدف بتاع الماركتينج إن هو um, يعني attract اليوزرز to use the product بتاع الشركة، مثلا tech product، ويكون في يو اي يو اكس ديزاينرز شغالين عليه. فوقت ما هو بيأتراكت الناس دي، إذا ما فيش يو اكس بروسيس ماشية مظبوطة في البرودكت ده، اليوزر مش هيكون engaged enough ان هو يكمبليت the funnel لغاية الآخر، وبالتالي يعمل اللي هي البيرتشس او ايا كان الجول الاخير بتاع الماركتيرز ايه، ان هو يعمل بيرتشس او يساين اب او ايا كان ايه الجول. اذا ما فيش process بتengage the user with positive enforcements with positive flow، مش هيكون فان للبرودكت، وبكده هيقع من الفانل اللي اصلا معموله عشان هو يكمل فيها. once ان هو وقع، هيبقى يعني double as difficult ان احنا نعمل له engaging تاني في البروسيس، حتى لو احنا حسنا وقتها اليو اكس. اذا من الاول خالص اليو اكس مش built on information من الماركتيرز ومن البروسيس اللي احنا بنمشي عليها في اليوزر ريسيرش واليوزر تيستنج، في الاخر احنا مش هنوصل لهدفنا، والماركتيرز مش هيوصلوا برضه لهدفهم في الاخر اللي هو الجول العام. فاذا احنا مش بنكريت positive process ان اليوزر يكون فيها engaged ويكون فان ليها، وبعد كده نعمل loyalty ان هو يكون له البرودكت بتاعنا enough ان هو يجيب ناس تانيين، لو مثلا يتكلم عن البرودكت بطريقة positive لحد تاني يعرفه اللي هو أنا جربت كذا وعملت كذا وكانت البروسيس لطيفة والبرودكت حلو، في الآخر يبقى كده there is no point إن إحنا بنشتغل على برودكت تك، والماركتيج بيشتغلوا إن هم attract ال customers أو clients ال users أيا كان. يبقى كده there is no point if it's not يعني يعني ففي collaboration كده ما بين ال two departments يعني في الشركة. طيب خليني اسالك سؤال. هل انا كشخص ماركتير دلوقتي ايه الحاجات اللي انا محتاج ابقى اعرفها عن الديزاين عشان يبقى في ما بيني وما بين الديزاينرز كومون جراوند، الاراضي المشتركه اللي احنا نقدر نفهم، يعني نفهم بعض فيها ونكوميونيكيت بالظبط، لان ده جزء كبير جدا من الديزاين، نكوميونيكيت بالظبط اللي احنا عايزينه واللي احنا بنحاول نحققه هو الاند جول. برايك ايه الحاجات اللي احنا محتاجين احنا كماركتيرز نبقى عارفينها؟
uh, how to collaborate يعني with a UX designer عامة. الموضوع بيبقى في common grounds كتير in يعني you're both building your work on data. فالداتا دي لازم تكون يعني في الآخر هي مشتركة، يعني to work يعني في environment في الآخر بتوصل للجول ده، الجول النهائي بتاعنا. فمثلا اليو اي واليو اكس ديزاينر بيعمل يوزر تيستنج، بيعمل يوزر ريسيرش، بيعرف البيهيفيرز بتاع اليوزرز بتاعنا. إذا كلمنا الماركتيرز في الموضوع ده، I think إن هم they will come up with content و they will come up with campaigns هتكون في صالح ال company، وهتكون في صالح اليوزر في نفس الوقت. لأن أنت في الأول في الآخر مش بتشتغل للشركة بس، أنت بتشتغل للشركة ولليوزرز في نفس الوقت. أنت you want يعني to benefit the user from your product، وعايز to benefit the company from ال product برضو. I guess إن هي الطريقة كلها I think يعني بتبقى مليانة data وبتبقى مليانة information، بس في الآخر لازم الجول بتاعنا يكون واحد. عشان إذا في two goals مختلفين ويعني you're blindsiding ال UX ال UX department، وفي نفس الوقت ال UX department برضو يعني blindsiding you عن الجول بتاعهم في الآخر، مش هيبقى في I don't think مش هيبقى في أي ربح في الموضوع. يعني nobody's winning يعني ما فيش أي حاجة بتمشي عليها الشركة، لأن في كده departments مختلفين بيمشوا في اتجاهات مختلفة. فإذا احنا مش بنشتغل مع بعض عشان نحقق جول واحد I don't think and that's the right way to do it. um, you don't يعني كماركتير you don't need anything يعني غير إن يكون في open line of communication ما بينك وما بين ال department اللي قدامك. يعني that's I think يعني the best way to handle يعني ال process. اوه، خليني اشرح بس بسرعه ايه هو البلايند سايد لاي حد بيسمعنا ما يعرفش ايه هو. البلايند سايد اللي مروه بتتكلم عليه هو ان التيم الديزاين يبقى شغال وعنده اهداف، بس تيم الماركتنج ما يعرفش عنها اي حاجه، وتيم الماركتنج يبقى شغال وتيم الديزاين ما يعرفش عنها اي حاجه. فكل واحد شغال في وادي، وكل واحد شغال بيعمل حاجه، وكل واحد بيجري ورا هدف معين التيم التاني ما يعرفش عنه حاجه. ودي غلطه كبيره جدا، دي بنسميها في الشركات السايلوز او الصوامع. الصوامع هي ان انت يبقى عندك تيمز جوه صومعه، تمام، والصومعه دهيت بتخلي مفيش كوميونيكيشنز او مفيش اي نوع من انواع الاتصال مع اي تيم تاني جوه. يعني تيمز الماركتنج او فرق التسويق في الشركات لازم يكون عندها خط مفتوح مع الديزاينرز ومع الديفيلوبرز ومع السيلز. ما ينفعش تبقى قاعد كماركتنج تيم او كفريق تسويقي في شركه في صومعه قافل عليك بابك وبتقول انا بعمل شغلي كده. انت ما بتعملش شغلك كده. انت بتجري ورا هدف منفصل عن باقي الاهداف بتاعت الفريق، منفصل عن الاهداف بتاعت الشركه، لان اهداف الشركه في الاخر واحده. فانت لازم يكون في كوميونيكيشن، ودي اكتر حاجه احنا بنتكلم عليها. لازم يكون في نقط اتصال زي ما مروه كانت بتقول ما بين التيمز المختلفه، وبالاخص تيم الديزاين وتيم الماركتنج، لان اهدافهم في الاخر بتبقى متشابهه جدا. هما الاثنين بيبقوا عايزين يحققوا نفس الاهداف للزباين بتوع الايجنسي. هما الاثنين عايزين يوصلوا لنفس الحته، ان احنا عاوزين نحسن معدلات التحويل، عايزين نحسن الكونفرجن ريت للكلاينت دهوت. فنعمل كده ازاي؟ الماركتنج بيدي افكار، الديزاينز بيدوا افكار، والسي ار او اللي هم الكونفرجن ريت سبيشالست، ودولت جزء من الماركتنج شويه بس مش الماركتنج بالظبط، بيدوا افكار. فاهم حاجه، وده اللي مره بتقول عليه، ان دايما يكون في نقط اتصال كتيره ما بين كل التيمز جوه الشركه، وبالاخص الديزاين والماركتنج. وعلى هذا النطاق خلينا ننقل على نقطه تانية، وهي ايه هي بقى البروسيس بتاعتك يا مروه لما تيجي تتكلمي عن لا، دلوقتي انا كلاينت وجيت لك، تمام، وبنتكلم شويه في الديزاين وعايزين نحسن المعدلات التحويل، كونفرجن ريتس وكده. ف ايه الخطوات الاوليه اللي انت بتاخديها عشان تبتدي المشروع بتاعك؟ يعني بيكون كده في process اسمها design thinking. دي
بتكون كده نوعا ما، يعني process، خطوات معينة بنحاول نمشي عليها. بن understand اليوزر، we do user research، بن analyze الداتا، بن design، بعدين relaunch البرودكت، وبعدين في الآخر بنرجع نعمل analyzing again للداتا بتاعتنا بعد ما بنعمل launch للبرودكت. بس في أول حاجة خالص بنعرف الأول pain points اللي عند الكلاينت اللي جاي للايجنسي، ايه الحاجات اللي هو يعني he thinks ان هو البرودكت محتاجها. بنبدأ نشتغل عليها الأول البين بوينتس بتاعته، بندرس اليوزرز بتوعه، بندرس الهيت مابس اللي احنا عاملينها عشان نشوف اليوزرز بيبيهيف ازاي على الويب سايت. آم، بن يعني بنشوف الداتا اللي على مثلا زي حاجات تولز زي جوجل اناليتكس. بنشوف الباونس ريت، بنشوف ايه البوزيتيف بوينتس اكشلي اللي موجوده عشان نعمل لها enforcement اذا هي مش باينه. اذا في اي حاجه confusing على في البرودكت بتاع الكلاينت ده، بنحاول في الاول ان احنا نخليها more clear to the user عشان يستفيد منها باكبر يعني قدر ممكن. اذا في مثلا for example في free shipping بنحاول highlight الموضوع ده as much as we can. اذا في value propositions موجودة والكلاينت مش عامل لها highlighting، بنحاول نعمل لها highlighting عشان برضه convert اليوزر ان هو يستخدم البرودكت ده. ف I think ان هي البروسيس واحدة، ان احنا understand الاول النيدز والبين بوينتس understand اليوزر، نعمل ريسيرش بتاعنا على اليوزرز والبيهيفيرز بتاعه. بعد كده بنانلايز الداتا دي ازاي نقدر نستخدمها بأكبر يعني قدر ممكن من ال positivity والهايلايتنج للداتا دي. بنديزاين البرودكت بتاعنا، او بنديزاين الجزء اللي احنا حاسين ان هو هيكونفيرت اليوزر. بعد كده بنلونش وبنعمل بقى انالايز اجين. بنلونش بقى كذا حاجه، بنتست، بنانلايز كذا فاريشن، ونعمل تيستنج ما بينهم لعينه كبيره يعني من اليوزرز. وبعد كده بنانلايز الداتا دي، وفي الاخر بنلونش بقى الوينر فاريشن. فاي ثينك ان هي دي يعني البروسيس اللي احنا بنمشي عليها. حلو جدا، حلو جدا. طيب ايه التولز اللي انت بتستخدميها؟ يعني احنا اتكلمنا عن جوجل اناليتكس، بس في تولز تانية بتستخدميها في الديزاين؟ للناس اللي لسه بتخش موضوع جديد وعايزه تعرف ايه التولز اللي انت ممكن تستخدميها. بنستخدم فيجما، وبنستخدم ادوبي اكس دي. يعني دول حاجتين انا يعني مينلي بعتمد عليهم. I think إن يعني جزء مش قليل من الكلاينتس بيكون بيستخدم الحاجتين دول mostly now. يعني اللي أنا ملاحظاه من الكلاينتس إن الناس بتحب تستخدم فيجما عشان يعني الكولابوريشن اللي عليه، و you can leave comments والحاجات يعني اللي هي طبعا بروز في فيجما. بستخدم for heat mapping حاجة من والريكوردينجز، session ريكوردينجز، حاجة من الاثنين في باي أو هوت جار. بحاول على قد ما اقدر ان انا قبل ما ابدا الديزاين بروسيس في التولز اللي انا بستخدمها اللي هي زي فيجما او ادوبي اكس دي، ان انا اعمل واير فريمز. يا اما برضه بعملها على فيجما، يا اما في تول بستخدمها اسمها ويزرد which is يعني amazing في الواير فريمينج. بنعمل موك ابس على التو تولز دول. ممكن نعمل مابينج على مير او على فيجما برضو في فيجام. ممكن نعمل عليه مابينج للبروسيس. فيعني دول موستلي التولز اللي انا بستخدمهم. واكشلي يعني انا شخص بحب استخدم الورقه والقلم جدا، فبحس ان المعلومه بتفضل في الميموري بتاعتي اكتر اذا انا بستخدم ورقه وقلم. فدي برضو حاجه بستخدمها يعني عامه. حلو جدا. خليني لحد لو ما حدش يعرف، فيك باي هي تول شبه هوت جار، بس بتسمح لك تعمل حاجات كتير قوي، ودي هنبقى نتكلم عنها بعدين.
لان دي الشركه اللي انا شغال فيها، فاحنا بنبروموت الشركه هنا. this is unpaid promotion يا شباب، عشان بس محدش محدش يتهمني بالعماله بس. وفي اوفر في اخر في اخر الحلقه لو حد عايز يشترك في فيك باي. ده كل اللي هقوله دلوقتي. فيجما هي كولابوريشن تول، لو ما حدش عارفها هي حاجه عامله زي فوتوشوب شويه، او مش فوتوشوب الصراحه، هي حاجه ويب سايت اونلاين بيبقى عليه ديزاينز بحيث ان كل التيم يعرف ياكسس. يعني مش محتاج ان انت حد يبعت لك الBSD. هو الديزاين اوريدي موجود على فيجما وبتعدل عليه على فيجما وكل التيم بيعدل عليه على فيجما. ف this is such a nice tool يعني. وباقي التولز برضو بتتبع نفس النظام دوت، ولكن اكتر حاجه شدت انتباهي هي حته الورقه والقلم الصراحه. وخلتني عايز اسال سؤال. هو انا كشخص مش هقول على نفسي شاطر قوي في الرسم. آه هل دي حاجة بتفرق في كون الشخص UI UX، ولا ما بتفرقش ان هو مثلا يكون شاطر في الرسم او شاطر في الكرياتيف الرسمي شوية والحاجات دي بتفرق، ولا مش قوي؟ من وجهة نظرك هو ده عادي. سؤال، يعني هو ده سؤال عامل زي هل الكودينج مهم ان عشان تكون UX ديزاينر؟ هو it's a plus يعني، وان اكيد عشان تفهم يعني سواء ايا كان السكيل التانية ايه، سواء illustrations او كودينج، عشان تفهم الشخص التاني البروسيس بتاعته عاملة ازاي. it's good to understand يعني. ما قابلنيش قبل كده اي بروجكت محتاجة ان انا افهم فيه كودينج او محتاجة ان انا اكون عارف، بس it's nice to know a developer. هل الموضوع ده سهل بالنسبة له لو احنا عايزين نعمله لانشنج بسرعة او لا؟ يعني ده سهل. في الالستريشن عامة هو في يعني ويب سايتس كتيرة بتقدم يعني open libraries كتير لموضوع الالستريشنز ده، وبتحل يعني الموضوع في ثانية. بس لو حاجة يعني محتاجين نعمل لها يعني كاركترز مثلا تكون للبراند بس، which is يعني برضو حاجة ما قابلتنيش كتير برضو قبل كده. mostly يعني people prefer إن الموضوع يمشي أسرع من إن هو طب خلاص احنا عايزين ناخد بس يومين يا جماعة عشان نعمل illustrations. mostly دي وظيفة يعني جرافيك ديزاينر أو الإلستريتور اللي موجود في الشركة. بس لو مش موجود يا إما يعني بستخدم عامة open libraries، يا إما يعني بحكم إن أنا كنت بشتغل جرافيك ديزاينر قبل كده فممكن أعمل حاجة زي كده يعني. actually I took a course in illustrations عشان في الأول كانوا بيقولوا لي عشان تبقي UI designer شاطرة لازم تكوني عارفة illustration، which is مش يعني هو ممكن 20% يعني حاجة كده لأن أنا بعرف أعملها كروكي كده تمام يعني. بس مش بعتمد على السكيل بتاعتي دي يعني. ف بعرف يعني أرسم شوية، بس مش دي حاجة بتطلب مني في الريكوايرمنتس بتاعتي في أي شغلانة اللي هو لازم تكوني بتعرفي illustration أو لازم تكوني بتعرفي كودينج. آه مش حاجة يعني بتطلب عامة. بيكون UX ديزاينر مطلوب منه إنه يكون بيعرف analytics، وبيكون بيعرف information كتير عن process، وبيكون مطلوب منه إن هو يكون شخص informative وبيقرأ كتب كتير، بيقرأ articles كتير. يعني بيكون information اللي هو بيعمل لها analyzing بتكون مبنية على علم عامة يعني. بيكون بروسس مبنية على علم، إن هو مش شخص بيعمل أي حاجة، البروسيس ماشية أي كلام. فأي جس دي الحاجات اللي بتكون مطلوبة عامة، إن هو مثلا مش بيمشي ورا الترندز اللي موجودة، لا في بروسيس معينة. بيكون جوانا كده كديزاينرز اللي هو أنا عايزة الحاجة يكون يطلع شكلها حلو، يكون شكلها حلو وتكون يوزبل في نفس الوقت. فأي جس إن هو ده المطلوب يعني UI UX ديزاينر عامة في أي مكان يعني. حلو جدا. هو ده مش سؤال ليه علاقة قوي بالماركتينج، ولكن هو ليه علاقة بالماركتينج بشكل أو بآخر. الاكسسبيليتي. ودي حاجة أنا بحس الناس في مصر ما عندهاش فكرة هي أصلا الاكسسبيليتي، وبتعمل ويب سايت عادة ما بيبقاش اكسسبل. فقد إيه الماركتيرز والديزاينرز محتاجين يفكروا إن ويخلوا بالهم من حاجة زي الاكسسبيليتي لما يجوا يعملوا ديزاين للويب سايت. وقد إيه ده مثلا بيأثر على على معدلات التحول أو الكونفرجن ريتس بتاعتهم في خلال الفترة اللي الويب سايت ده بيبقى شغال فيها.
من وجهة نظرك عادي يعني، مش لازم تبقى حاجة كونكريت. بص، هو الاكسسبيليتي طبعا يعني مهم جدا لأي يوزر، لأن مثلا حسب اليوزرز اللي بيستخدموا البرودكت بتاعك. يعني for example، لو احنا في مثلا ناس كبيرة في العمر بيستخدموا البرودكت بتاعي، ف I want to make sure ان الفونت بتاعي readable. ما ينفعش ان انا استخدم مثلا فونت 12 و10. يعني مش لازم ناس حتى كبيرة في السن، ناس عندها مشاكل عامة في النظر أو أيا كان. فهل أنا بفيد مين؟ يعني هل أنا بديزاين لناس وناس لأ؟ يعني لأ، ال UX لازم بديزاين for all my users. فلازم يكون في accessibility للديزاين بتاعي. يعني ال الشخص بينتراكت ازاي مع البرودكت بتاعي بشكل مختلف، لازم اعرف الطريقه اللي هو يعني بينتراكت فيها مع البرودكت بتاعي. الرول بتاعي في التيم ان انا لازم ابروتش الاكسسبيليتي يعني كجزء من اليوزر اكسبيرينس، مش ريكوايرمنت. هي مش ريكوايرمنت، هي يعني كونكريت كده يعني. هو كونكريت في اليوزر اكسبيرينس. ما ينفعش ان هي حاجات تشيك ليست كده بعمل لها، يا اما اعمل لها تك يا اما ما اعملهاش تك. لا، هي لازم تكون موجوده في البروسيس بتاعتي، عشان ما ينفعش ان انا اكون شخص بتسأل لناس وناس لا. أم، في طبعا يعني ده برضو في الكولر يوزنج لازم يكون في أم، يعني لازم يكون في readability، لازم يكون في empathy مع اليوزر. ايا كان شخص مثلا عنده اي نوع من انواع الديفيكولتيز اللي بتقابله، لازم ان احنا نديزاين ليه، نعمل structure ليه هو. زي for example الايكونز مثلا to guide the users. الايكونز بنستخدمها برضه عشان accessibility، ان هو ممكن ما يكونش فاهم الكلمه اللي انا مستخدماها قوي، فحط ايكون جنبها اللي هو لازم الايكون دي تكون شارحه نفسها لليوزر يعني. فدي برضه جزء من accessibility ان احنا نستخدم آه، ال 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 الايكونز for example links. for example ما ينفعش اللي هو click here او حاجه content free text زي more details. لا، يعني بيكون مثلا بيكون الكلام مكتوب عليه view resources او go vote او ايا كان. بيكون حاجه شارحه نفسها لليوزر عشان يكون في accessibility للديزاين بتاعي، ما يكونش حاجة تقف صعبة قدامهم. ما خلوش أصلا guess for example المينينج بتاعي. لا، يعني to be يعني a positive product، ابعد عن الجاسنج تماما. يعني ما تخليش اليوزر يجس هو بيعمل ايه. لا، يعني لازم تكون حاجة قدامه بروسيس واضحة، هو عارف هو ماشي في ستيب 1 2 3. فدي برضه جزء من الاكسسبيليتي لازم تبقى موجودة في البرودكتس عامة. حلو جدا. طيب بالحديث عن الحاجات اللي المفروض تبقى موجودة جوه الديزاين، نتكلم عن الحاجات اللي المفروض ما تبقاش موجودة جوه الديزاين. ايه هي الأخطاء اللي الديزاينرز والماركتيرز محتاجين يتجنبوها لما يكونوا بيعملوا ديزاين جديد كيو اي يو اكس؟ أول حاجة خالص، ودي حاجة بنقع فيها كلنا، إن إحنا بنميك assumptions. don't make assumptions. don't assume إن اليوزر هيعمل كذا، أو don't assume إن دي حاجة تبقى positive أو negative. وما فيش داتا، مش عارف أصلا البيهيفير بتاع اليوزر بتاعك. ما عملتش أي نوع من أنواع التستنج قبل كده، ما عملتش يوزر انترفيوز، ما تعرفش أي حاجة خالص عن الباك جراوند بتاع اليوزر بتاعك. فبتعمل assumptions. قاعدين بنعمل product، بنبيلد assumptions upon assumptions، وبعد كده نعمل بقى في الاخر testing خالص بقى، نشوف بقى اليوزرز مبسوطين بالبرو. لا، يعني هي ما بتمشيش كده. وكمان ما تبقاش عارف الفاليو proposition بتاع البرودكت بتاعك. اذا انت مش عارف الفاليو مش هتعرف توصله لليوزر. يعني ايه اللي هيأتراكت اليوزر انه يستخدم الاب بتاعك دونا عن كل الابس اللي موجوده. يعني ما اظنش ان في اي شركه في العالم ملهاش كومبetitor يعني. فايه اللي هيخلي اليوزر يستخدم البرودكتس بتاعك دون عن البرودكتس التانية؟
لازم يكون في highlighted يعني value proposition مختلفة تماما عن بقية الكومبيتيتورز اللي موجودين حواليك. تالت حاجة I think إن إحنا over complicate كل حاجة. I think simplicity is the way to go. في كده أصلا rule اسمها KISS اللي هو keep it simple stupid. آه، ممكن تقوليها don't over ممكن complicate. تشرحيها بالعربي؟ يعني ان كل حاجة لازم خليها سهله تخليها بغباء. يعني بالظبط يعني ما اظنش ان في اي يوزر هيكون عايز الحاجة تبقى complicated مهما كان البرودكت ده complicated قد ايه. زي مثلا هو بيشتري جيمنج بي سيز او ايا كان، ما اظنش ان هو عايز يخش في complications اكتر ما هو اصلا product complicated. في بقى بروسيس، البروسيسور قد ايه والاوبريتنج سيستم ايه ومش عارفه ايه. كل حاجه لازم تكون كلير وتكون سيمبل. ما تخلوش يقعد يدور، ما تخلوش يقعد يسال، ما تخلوش يعني يعمل comparing كده في دماغه يعني. لا I think in the simplicity is the way to go. مع ان احنا عامه بنحب يعني كاشخاص عندهم داتا بنحب نعمل كده complication للبروسيس عشان بقى نبين ان احنا فاهمين او حاجه. بس لكن اليوزر في الاخر عايز حاجه سيمبل. فكر في نفسك لما تستخدم اي حاجه، عايزها تكون سيمبل وعايزها تكون to the point. انا مش عايز ادخل في حوارات ومش عايز اخش في لوب، مش عايز اخش في حاجه تخليني هو كانت ستيب 1 ايه، طب هو انا ليه بعمل كده يعني. لا، هو انت عايز تخليه كده بروسيس واضحه، ما تخليهوش يجو through pages كتير عشان يوصل للحاجه اللي هو عايزها. لا، تكون ستيبس واضحة لليوزر ان هو عارف واحد اتنين تلاتة. زي اي اب مثلا اي كوميرس في الدنيا، انا عارف اخش الاب، هسيرش على البرودكت، اختار البرودكت. ما تدخلنيش بقى في بيجز تانية انا مش عايزة اخشها يعني. ما تدخلنيش، ما تبوظش البروسيس عليا. اللي هو انا عارف بستخدم ازاي الابس بتاعت الاي كوميرس، ما تدخلنيش بقى في بروسيس جديدة خالص عليا. يعني it's easier لليوزر ان هو يديسريجارد الحاجة اللي هو مش عارفها، يعني على انه يتعلم حاجة من اول وجديد لو هي حاجة عامة جدا. يعني ان هو يعني يعمل ري ليرنينج للبروسيس بتاعته وهو بيشتري حاجة. فهو ايه بيعمل الحاجة اللي اسهل، هو بيعمل ديسمس للبرودكت عامة. لكن لو حاجة سهلة هو عارفها وباترن هو ماشي عليه، يعني هو don't make me think. هو في كتاب كده اسمه don't make me think. هو فعلا don't make me think كيوزر. اللي هو انا عارف انا for example ال dismiss button بيبقى فوق على اليمين، ما تحطهوليش فوق على الشمال ولا تحت في النص. ما يعني كان في اب انا بستخدمه امبارح حاطط ال dismiss button اللي هو الكلوز حطه تحت في النص. ليه حطه تحت في النص يعني؟ حاجة ويرد قوي يعني. وكل شوية اغلط فيها مع اني استخدمت الاب. يعني هي حاجة مع اني عارفة ان الديسمس بutton بيبقى فوق مثلا على اليمين، بيبقى الاكس بدوس عليه. فلا، حاطين فوق كلمة confirm وتحت خالص اكس في النص. طب ليه يعني؟ انا سألت نفسي اللي هو خلاص ماشي عرفتها بس ليه يعني؟ كل شوية اغلط فيها ادوس confirm وانا اصلا عايزة اعمل dismiss للبوب اب اللي هو خلاص ما تكسبهاش اعمل حاجه مش عايزه اعملها. ف I guess ان ال simplicity is the way to go. في patterns معينة اليوزر بيكون حافظها وبيكون عارفها، مش عايز يتعلمها من أول وجديد. زي مثلا إنك أنت تخبي ال sign out button. ليه بتخبي ال sign out button؟ يعني عشان أخلي اليوزر موجود على البرودكت بتاعي. إذا هو عايز يعمل sign out لازم يعمل sign out. خلاص مش هيخش الويب سايت تاني يعني. هي مش حوار يعني، الموضوع مش حوار. بس don't hide sign out button. دي حاجات برضو بتتعمل في some websites و some apps. بيبقى dark pattern، حاجة complicated جدا لليوزر ان هو لازم يخش على الداشبورد، ومن الداشبورد يشوف السيتنجز، ومن السيتنجز يروح لماي اكونت، وفي الاخر خالص يعمل sign out. خلاص هقفل الويب سايت خلاص. مش محتاج ان انا اعمل كل ده عشان اعمل sign out. yeah I guess دي some mistakes يعني كلنا بنقع فيها عشان البرودكت يبقى او يعني بجبر اليوزر ان هو يفضل signed in في البرودكت for some reason. دي يعني ده في الدارك باترنز عامة كلنا يعني في ناس بيستغلوها عشان الماركتينج او الداتا. بس I don't think ان دي the way to go عامة. عشان اليوزر مش غبي، اليوزر ذكي. إذا هو لاحظ إنك أنت بتدخله في باترن هو مش عايز يدخل فيه،
فخلاص هيدسمس البروسيس كلها يعني. ودي اسهل بالنسبه له من ان هو يقعد بقى طب انا هعمل كده، الا بقى يعني لو البرودكت ما فيش استغناء عنه which is يعني ما اظنش ان في اي برودكت مش ممكن حد يستغنى عنه ويستخدم الكومبetitive بتاعه. مم. I definitely get you. How يعني لو احنا اتكلمنا دلوقتي عن الاخطاء والحاجات اللي تخلي اليوزر يكره البرودكت بتاعي من ناحيه اليو اي واليو اكس، لو هنتكلم على النقيض تماما، وايه الحاجات اللي تخلي اليوزر يحب اليو اي واليو اكس بتاعي، هتبقى المضاد تماما لكل اللي انت قلتيه، ولا في حاجات تانية ممكن تتحط في الخلطة تحسن السنس بتاع اليو اي واليو اكس والاكسبيرينس كلها؟ I think حاجة من الحاجات إن بيكون في clear content قبل ما أشتغل. إذا مفيش clear content ما ينفعش أبدأ أصلا شغل. أم، لأن هبني البرودكت بتاعي زي وأنا ما عنديش أي content في دامي تكست، وبعد كده نرجع تاني نقول لأ دي مش تمشي كده عشان content تتغير. I think a clear content is the first step قبل ما أبدأ قبل ما أبدأ الديزاين بتاعي. دي حاجة ودي حاجة يعني برضو فيها collaboration ما بين الماركتينج وما بين اليو اكس ديزاينرز. بنعمل يو اكس رايتنج للكونتنت اللي الماركتيرز شايفين ان هو فعلا بيمثل الايدنتيتي بتاعت البراند اللي احنا شغالين عليها. حاجة تانية إن إحنا نعمل testing on a variety of devices. لازم نعمل testing للموضوع ده، نشوف ال accessibility موجودة ولا لأ لكل ال devices، tablets، mobiles. سواء بقى لأ يعني سواء أيا كان يعني ويب سايت أو أب. الأب طبعا بيختلف ما بين الأندرويد والآي أو إس. إذا ويب سايت لازم على كل السكرينز اللي موجودة يكون الويب سايت بتاعي clear information. الخطوط والفونتس تكون واضحة جدا. الهدف بتاعي الهدر والفوترز والسكشنز اللي موجودة أيا كانت هي إيه في النص تكون واضحة وتكون to the point لليوزر وتأتراكت تأتراكت اليوزر إن هو ينجيج مع البرودكت بتاعي. وإني أنا أضحي بالديزاين ترندز في سبيل اليوزابيلتي. يعني في ديزاين ترندز كتير بتطلع عشان يبقى شكلها حلو، عشان يعني اخلي البورتفوليو بتاعي شكله حلو. يعني اكيد عايزين نخلي البورتفوليو بتاعنا شكله حلو، بس أم، ده للبورتفوليو يعني كيب الديزاين ترندز للبورتفوليو. بس احنا لازم نضحي ساعات بالديزاين ترندز دي عشان هاي يوزابيلتي لليوزر. في حاجات كتير بتبقى شكلها بالنسبة لنا احنا كديزاينرز عامة مش ألطف حاجة، بس هي اليوزابيلتي بتاعتها عالية فخلاص يبقى كده. إذا هي عاجبة اليوزر أو بتحقق في الآخر ال الهدف بتاعي فخلاص ده معناه إن هي عملت اليوزابيلتي تراك تمام. ممكن بقى نيتريت عليها ليتر نشوف نتست، بس for now خلي الديزاين ترندز اللي هي الكومبليكيتد جدا ومليانه يعني انيميشن. لو فتحت دريفل هتلاقي في حاجه مليانه انيميشن ما فيها زيرو يعني يوزابيلتي، بس معموله عشان تقول لك ان I can do this. ده البورتفوليو بتاعي. true. لكن I think الكيس ستاديز اللي بتتعمل على ميديم او جروث دوت ديزاين بيعملوا برضو كيس ستاديز حلوه جدا. دي الليرنينج ماتيريال اللي اليو اكس ديزاينر بيتعلم منها، مش الحاجات اللي بتبقى مرسومة وشكلها حلو أو فيها أنيميشن عالي وشكلها حلو. at the end of the day أنا عايزة اليوزر يكون حاسس بأعلى قدر من اليوزابيلتي من البرودكت بتاعي. very nice very nice. انا بحب قوي الويب سايت بتاع جروس ديزاينز ده، بلاقي عليه حاجات لذيذه جدا. for both marketeers and UI UX designers يعني بيكون الكيس ستاديز حلوة جدا وبيكون very informative. يعني كل ما بينزلوا كيس ستادي جديدة يعني أول حاجة بعملها إن أنا بتشيك ات اوت وبشوف ايه الليرنينجز بتاعتها، ويعني I think بتفيدني جدا يعني في البروسيس بتاعتي. I guess ده هياخدني لسؤال اخر. How to be competitive as a UI UX, ازاي تبقى competitive في المجال ده؟
ازاي information. تفرق نفسك عن باقي الناس اللي موجوده، لان المجال الى حد ما فيه ضبابيه كتيره، عارفه الناس مش عارفه تفرق ما بين الكويس والوحش، فايه اللي يخليك competitively advanced؟ هو يعني هو حاجتين، هما الاتنين يعني مرتبطين ببعض. انك تكون شخص عندك information كتيرة جدا، وانك بتعرف تطبق الانفورميشن دي في البروسيس بتاعتك. يعني وحاجة أخيرة I think ال presentation skills. دي حاجة مهمة جدا لأي UI UX designer، إنه يكون عنده presentation skills عشان يشرح ال process اللي هو عملها دي كلها أو اللي تعب فيها. إذا ما عندكش presentation skills تشرح أنت ليه عملت كذا وليه الحتة دي استخدمت فيها ال UX law دي. I think مش برضو هتوصل الرسالة برضو للناس برضو المهمة في الدايرة بتاعتك في الكومباني، اللي هم الشير هولدرز اللي معاك أصلا. أيا كان بقى السي او السي تي او أيا كان، هو لازم يفهم البروسيس بتاعتك ماشية ازاي عشان يكون مقتنع يعني باللي بتعمله. أو أنت يكون عندك presentation skills إنك أنت تشرح البورتفوليو بتاعك أو الحاجات اللي أنت أو الكي ستاديز بتاعتك عشان الهايرنج. برضو بيبقى مهم جدا. إذا شخص ما عندوش السكيل دي بيبقى صعب شوية إن هو يعرف يعني عن نفسه عن السكيلز اللي هو اللي هي عنده. even though إن هو ممكن يكون شخص سكيلد جدا، شخص عنده information كتيرة جدا، بس عنده بقى حتة ال presentation skills lacking. ودي حاجة عندنا كلنا I guess، يعني أو معظمنا، وبنحاول نتعلمها as we go. آه، بس يعني hopefully ان دي حاجة نقدر يعني نشتغل عليها كلنا. I think الطريقة اللي بنشتغل عليها اللي هي بتشرح البروسيس بتاعتك لأي حد فاهم في البرودكت ده، وبتحاول انك انت تحسن من الطريقة كل شوية وتضيف لها معلومات وكده، عشان في الاخر يكون عندك البرزنتيشن ده انت عارف في الاخر انت هتشرحه ازاي او هتوصل المعلومة بتاعته ازاي. بس I think دي بالتدريج. بس دي الحاجات I think اللي ممكن تخليك مختلف تماما عن بقية الناس اللي موجودين. حلو جدا جدا جدا. انا اعتقد كده كل الاسئله اللي عندي سألتها. عندك حاجه تانية تضيفيها؟ آه no not for now. يعني احنا كل اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي هو عارفه لذيذ وحلو وكل حاجه، بس انت لما تيجي تطبق هياخد وقت، فاللي هو ما تتوقعش ان الموضوع سهل. تمام. الموضوع هياخد منك مثابره وهياخد منك وقت وهياخد منك تعليم، فحاول ان انت يبقى نفسك طويل، لان الديزاين وكل حاجه تانية في العالم بتتعلمها لازم يكون نفسك فيها طويل. فمروه سهلت الموضوع على قد ما تقدر للناس اللي عايزه تبدا وعايزه تسكيل. بس الموضوع مش بالسهوله اللي مروه فاهم بتبين بيها. هي مروه عارفه بتعمل ايه، فهي عارف اهل مكه اضرب بشعابها. بس حاول تذاكر كتير قوي 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 قوي، وحاول تعرف وتبقى ملم بكل حاجه طالعه جديد، الترندز اللي طالعه جديد، الابس اللي طالعه جديد. واحده من الحاجات التبس اللي كان قال عليها انور. وانور هو واحد من السي ار او سبيشالست اللي شغالين معانا مع مروه في انفست. انا شغال في فيك باي. هو ان هو كل يوم بيروح على اي كوميرس ستور مختلف وبيشوف الحاجات بتاعتهم بتشتغل ازاي، عشان يعرف يكسب خبرة على قد ما يقدر. ومروة قالت حاجة سيميلر في الحتة بتاع الجروس ديزاينز. وهحاول اسيب اللينك تحت. جروس ديزاينز هو موقع بيحلل الكيرف بتاع الجروس لتطبيقات. انا مش فاكر هم كانوا بيعملوا ويب سايتس ولا لا. هم كانوا بيعملوا ويب سايتس يا مروة؟ I don't think so, not so far. I think إنهم عاملين apps بس. هم بيحللوا اليو اي واليو اكس، وبيقولوا لك ايه اللي يخلي الابلكيشن ده هوت مختلف رائع والناس بتحبه جدا. وبيدوك كده زي لستة بالحاجات اللي انت التيك اويز، بحيث ان انت تبقى في دماغك دايما، ما تضطرش تقعد تحلل انت بنفسك. هم وظيفتهم وان ده شغلهم، هم بيقعدوا يحللوا الحاجه ويدوك في الاخر الزتونه. فريسورسز زي دي مش بس هتفرق معاك،
هي هتخليك في ليفل غير الليفل اللي انت عليه دلوقتي. واخر حاجه انا حابب اقولها بس يا شباب، الجرافيك ديزايننج واليو اي واليو اكس حاجتين غير بعض. ماشي؟ عشان انا حاسس ان انا عارف ان مروه دلوقتي يعني يعني هتصوت من كتر الناس اللي بتميكس الحاجتين دولت مع بعض، وانا مش هسيبها تتكلم في الموضوع دوت عشان عشان ما تتعصبش. بليز ما تمزجوش الحاجتين ببعض، اليو اي والاكس حاجه والجرافيك ديزايننج حاجه، صحيح؟ يعني كل اليو اي واليو اكس عدوا على حته الجرافيك، بس مش كل الجرافيك عدوا على حته اليو اي واليو اكس، تمام؟ ف اعتقد اون ذات نوت انا حابب اختم الحلقه، حابب اشكرك جدا مروه. شكرا جدا لوجودك النهارده يا مروه، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه من ما لا يخبرونك عن التسويق، البودكاست اللي بيقول لك الحاجات اللي انت ما تعرفهاش عن الماركتنج. باي باي. اتمنى تكون الحلقه فادتك، ولو حبيت الحلقه ما تنساش تعمل لايك على يوتيوب، سبسكرايب على البلاتفورمز المختلفه اللي احنا عليها على البودكاست، وشير مع اصحابك الحلقه دي. ولو عندك حلقه، لو عندك اي سؤال للضيف، ما تترددش ان انت تساله له، ما تترددش ان انت تساله لنا واحنا نساله للضيف ونجاوب عليك. ودايما اسال. وبس كده. اتمنى يكون البودكاست دهوت نال اعجابكم.